هاي يا جماعة، أنا شيماء وانا دينا عسل وإحنا في بودكاست ترافل ستوريز 101. Let's go. دينا معادلة السفر هي دينا ظهرت لنا على الانستجرام، ومعادلة السفر اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. وبما ان لسه مبتدئه في حوار ان اكون بودكاستر، ودي كانت اول حلقه في التصوير الموسم الاول من البودكاست، نسيت اقدم دينا. فخلينا ناخد فاصل كده 30 ثانيه نعرف مين هي دينا. الاسم دينا عسل، السن مش هيفرق يعني يا جماعه، معروف، ما تسالوش المراه لا على سنها ولا على وزنها ولا معاها كام في البنك. المهنه مهندسه معماريه، الحاله الاجتماعيه متزوجه. دينا بطله العالم في الفوليبول اكتر من مره، ومثلت منتخب مصر لاكتر من 12 سنه. ومش بس كده، ظهرت لينا بحاله جميله على السوشيال ميديا بمحتوى هادف كترافل فلوجر. كل ريد بتنزله على حساباتها كان بغرض انها تقدم معلومه قيمه عن السفر تفيدك انت كمحب للسفر. وبما ان طبعا ال 30 ثانيه مش هيبقوا كفايه اني ادي لدينا حقها في الوصف، فخلينا نسمع قصه دينا في السفر. دينا العسل كله، كلميني. دينا علاقتها ايه بالسفر؟ يمثل لها ايه اللي بدأتي يعني اول ما فكرتي تبدأي تسافري؟ هو السفر كان جزء من حياتي وانا طفله، لان احنا كنا من العائلات اللي كانت بتشتغل في الخليج. فكان الطياره دي بركبها من وانا طفله، بس كنت فاكره ده العادي، الناس كلها لازم تعمل كده. بس علاقتي زادت بيه قوي عشان انا كنت في منتخب مصر كرة الطايره ما شاء الله. فمن وانا عندي 14 سنه اول مره في حياتي اروح دوله. طيب يا جماعه، خلينا نلعب لعبه كده مع بعض اسمها لعبه السفر. ابداوا عدوا الاعلام اللي هتظهر على الشاشه لكل بلد دينا هتذكرها في حلقه اليوم، واللي هيكتب العدد صح في الكومنتس تحت الفيديو فهختار واحد منكم وابعت له هديه من متجر المسافر، وهتلاقوا لينك المتجر بصندوق الوصف. اوروبيه محدش من صحابي سمع عنها، كانت المتجر. ف كليكت بقى يعني انا اتهبلت وقلت لا، ده في عالم تاني بره غير خالص الدايره الصغيره اللي احنا عايشين فيها. والفولي كان مساعدني قوي. بس طبعا بعد ما بطلت لعب في المنتخب قعدت بطلة معانا يا جماعه. قعدت تقريبا 12 سنه. تمام. كتير منكم عارف نسخة دينا اللي بتسافر، بس في مني نسخة تانية كتير منكم ما يعرفوهاش. اهي دينا عسل، 3 إرسالات بنو 3 نقط. يلا يا دينا، تسلم ايدك، تتلف في حرير يا دينا يا عسل. المتألقة الجميلة اللاعبة طبعا دينا عسل، 3 بطولات عالم يا عسل، وضربة صحيحة تاني. بغض النظر عن المقدمة الهايلة اللي عملها المذيع، أنا كنت لعيبة كورة طايرة محترف، ومثلت منتخب مصر لأكتر من 12 سنة. رحنا بطولات عربية وأفريقية وعالم، وكانت الرياضة والمنافسة من طفولتي جزء لا يتجزأ من حياتي، وهي اللي خلقت شخصيتي دلوقتي. وكان يرجع لها الفضل إن أنا أتكرم من ناس مهمة زي السيدة الأولى لمصر. والرياضة هي اللي حببتني في السفر وخلتني أتمنى أشوف العالم كله، وبرضه أتشاف من العالم كله. إحساسك إنك تكون مثل أعلى وقدوة لغيرك ده من أرقى المشاعر اللي اديتها لي الرياضة في الدنيا. ولما بطلت ألعب فولي باحتراف، قررت إن أنا ألعب لعب تانية وبرضه باحتراف، وبسافر علشان ألعب بطولات دولية وعالمية. وكنت بحب أطلع علشان أمثل بلدي والعالم بتاعها دايما معايا. بعدها بقى قلت لا، ما هو مش هوقف، لازم انا بقى ابدا اعمل لنفسي السفريات اللي كنت بطلعها. ومن هنا بقى ارتبطت بفكره ان انا اخطط كمان للسفريات. بداتي تسافري كنت سولو ترافلر مع نفسك؟ لا، ما اتجرأتش للفكره دي من اول طلعه برضو، علشان اكون واقعيه، لان انا شفت السفريات على ايد ناس منظمين، لان انا كنت مع منتخبات وكده. ففي الاول لا، كنت محتاجه دعم، اطلع مع اصحابي اهلي كده يعني. انما كان جايد ليكي كده بالظبط. عارفه الزقه الاولانيه، وانت كنت منتبهه يعني، مش اللي هو خلاص خدوا باسبوري وطلعوني. انت كنت منتبهه مهتميه. بس مش عايزه اقول لك كانت بدايه صعبه ليه، لان احنا ابتدينا من فوق قوي يعني. دايما بيعاملوا المنتخبات زي هيئه دبلوماسيه والله نعدي من حته لوحدنا، الفيس تيجي واحنا قاعدين في البيت. وبعدين لقيتها بقى يعني مش قصدي زي عامه الشعب بقى اروح اقدم على فيز والتذاكر بقى مفيش فيرست كلاس والجو ده، لا خلاص الفنادق. يمكن احنا دلوقتي بنتعلم الحاجات دي من الفيسبوك جروبز والانستجرام يعني. انا ممكن ادخل على اكاونتك واتعلم منه حاجات كتير جدا. انت يمكن عشان بداتيها من بدري قوي تبع المنتخب، فده كان يعني المحفز ليكي. بس انت تابعتي يعني، انت كنت بتتعاملوا كهيئه دبلوماسيه، بس انت كنت مهتميه، كنت بتعرفي الخطوات، وبعد كده كملتي. هي الفكره حصلت ازاي لما بدا الناس تسالني. طب المعلومه عندي بس انا عمري ما قلتها، فلما كنت بحكي قد ايه كنت بشوف الناس بتستفيد. فده اللي جاب لي فكره، طب ما اوثق ده احطه يعني.
كمعلومات، لان انا شخصيا اتعلمت بنفس الطريقه. لما انا شفته وقلت طب ما اقول لناس ويستفيدوا برضو زيي. تمام. اول سفريه طلعتيها لوحدك، احكي لي عن مشاعرك، فلوسك في البنك وقدمتي على الفيزا ازاي؟ هي كانت جزء منها لوحدي. يعني انا كنت متفقه مع اصحاب ليا اجانب ان انا هقابلهم هناك. حلو قوي. كانت في الفلبين. حلو قوي. فكل حاجه كانت تظبيطه ان في جزء جماعي وجزء فردي. الجزء الفردي بقى كنت اكتر حاجه شايله همها. تمام. بس الظريف ان الفلبين كانت فيزتها سهله. تمام. وفنادقها على قد ما يعني ما ضايقتهاش على نفسك اللي هو خلاص عايزه اروح يوروب، عايزه السلم من تحت. بالظبط كده. انا ما بحبش النطه الكبيره لان هي بتبقى صدمه والواحد يبطل بعد. تمام. لا انا احسن اخد كده الخطوات بسيطه. ففرقت معايا قوي ان من اول السفريات اللي اعملها كده كان عندي خوف وثقه في نفس الوقت. تمام. بس لما نجحت بقى تقلت قوي بقى. هي اول خطوه دي بتبقى اصعب واحده. أيوة لاني دايما الناس يعني في ناس كتير يبعتوا لي يقولوا لي انت ازاي عملتي الخطوه دي لوحدك كبنت؟ انت ما بتخافيش؟ انت ما بتخافيش؟ بخاف انا. مش ده انا ببقى مرعوبه. انا وببقى مرعوبه على فكره هنا زي ما انا ببقى خايفه هناك. بس هناك الحيطه او الاحتراس اكتر شويه. تمام. انما انا بالنسبه لي اللي بيغطي على الخوف ده الهوس. يعني انت لما بتبقي مهووسه بحاجه نوعا ما بتضغطي عن شويه سيناريوهات انت عارفه انها موجوده وممكن تحصل. تمام. بس تعملي نفسك مش شايفه ولازم تخوضي التجربه لان هي مش هتحصل غير ان انا اجربها شخصيا. طيب اول مره كنتي خايفه، ايه هي البريكوشنز، الاحتياطات اللي انت عملتيها عشان يعني تطمني نفسك شويه؟ لو انا بقى بتكلم كبنت وطبعا اول حاجه انت عملتيها يعني كلميني من تجربتك، لان احنا البودكاست بتاعنا بودكاست حكاوي السفر يا جماعه، فاحنا بناخد الخبرات من اهل السفر. فقولي لي بقى. هو انا بصيت لها من كذا جانب. يعني لو احنا بنتكلم على الجانب الامني، تمام، ما اروحش حته الا لما اكون معرفه الناس وناس كتير. تمام. من كذا جهه، لان في ناس بتعرف شاطر انها توصل لي، ناس تانية تعرف تلحقني، حاجات كده يعني. تمام. لازم اعرف ناس كتير انا فين. طبعا بيكون من ناحيه الفيزيكال ان انا لازم ممهده نفسي ان انا ما اتعبش صحيا، ان انا اقدر ادافع عن نفسي. انا مش اعرف امشي كتير. بالظبط. لازم اكون مجهزه لبسي وكل حاجه ان انا رايحه هقضي الوقت ده وانا بكامل قوتي وصحتي. تمام. طبعا من ناحيه الفلوس وكده ما بحبش الخيابه خالص في الحاجات دي. الواحد يحافظ على باسبوره، محفظته، موبايل. 3 دول اهم حاجه. تمام. يجي بعديهم بقى اي حاجه لا قدر الله ضاعت هتتعوض. انما ال3 دول باسبور، موبايلك، ومحفظه اللي هي بقى فيها كريدت كارد. احنا قلنا المحفظه دي بتبقى يعني ما هي انا يعني خلاص هي بقت في كروس باك كده صغيره، دي جزء مني لا تتجزأ. يعني لدرجه ان انا مثلا لو شاريه حاجه عايزه اقيس بدخل اقيس بيها. انا لدرجه ان انا بشيك عليها في الساعه كذا مره يعني كده. يعني هي خلاص هي ايدي عارفه بالظبط السايز والدايمنشنز بتاعتها. لو في حاجه اتسحبت، لا في حاجه هنا. واول ما احس ان في زحمه والناس قربت ايدي عليها. بالظبط. لان انا اتعلم عليا جامد يعني. قولي لنا بقى، اتسرقتي في السفر؟ اتسرقت طبعا. عملتي كانت الحقوني. كانت ايطاليا. وللاسف كان اول يوم ليا. كنا نازلين سوق. كانت السفريه رقم كام بالنسبه لي؟ يعني كنت خبرتك قد ايه؟ كانت دي مع اصحابي. من صحابي كنا احنا طالعين بقى نستكشف وكده، وكنت بقى يعني واثقه في نفسي قوي. تمام. اتخذت جامد قوي. اتخذت على اليوم ومش عارفه عملوها ازاي. لدرجه ان قلت لهم دول اكيد صحراء. بجد. انا الشنطه قلبتها قدامي وحضناها، بفتحها لحظه بس ما احاسب واقفل. اللي يضحكك بقى ان انا اتسرقت وانا مش حاسه. تمام. واكتشفت وانا في الاتوبيس وانا طالعه احاسب الراجل. فبفتح الشنطه ما لقيتش المحفظه، اللي هو سميت كده وقفلت تاني. بفتح على اساس معجزه. انا من كتر لا يمكن، وعمال اقول له بالعربي انا ما ينفعش اتسرق. بقى لي يلا انزلي نزلني.
كان فيها 3 فيز ساعتها وكاش. وده دليل ان احنا لازم نوزع الفيز في كذا. انا اصلا مجرد افتكر الموضوع ضربات قلبي زادت لان كان في الشارع وقفتي على جنب عايزه اروح بلدي. انت عايزه بقى كمان مش بيتك يتخرب. قعدت بقى اتصل بالبنوك. كان اليوم الكامل الرحله ده اول يوم انا عشت عائله على اصحابي بقيت الرحله بقى وعارفه ان هو عايز اكل عايز اشتري حاجه بس اتعلمت الدرس صح يعني. خدتي بقى بعتي لاصحابك بعتي لاهلك؟ انا كان معايا 2 صحابي هم بقى يعني انقذوني بس برضو خلي بالك في السفر كل واحد يدوبك عامل اللي على قده قوي. انا فاهمك. فانا كنت مش عايزه ابقى جلياطه بس على الاقل شالوني يعني. عرفتي تستمتعي بعد السرقه يعني؟ لا هي ما هو بس هقول لك ودي نصيحه فعلا بصي للكاميرا وقول لهم ايام السفر غاليه قوي. يعني من الاخر كده هم 6-7 ايام بيتقضوا ممكن 4. تمام. ما تضيعهاش ابدا في حاجه تنكد عليكم في حاجه ممكن تعكنن عليكم. مفيش حاجه مثلا تقريفكم. تمام. حصل دي وقته حل الموضوع كمل لان خلاص انت ما تعرفش اصلا البلد دي هتروحها تاني ولا لا في حياتك كلها. فانا اللي هو اليوم ده كده استجمعت قويه اطمنت ان البنوك وقفت الفيز عوضي على الله في الفلوس وكملت وكانت رحله جميله جدا. حلوه قوي. تمام. بعد كده لما بداتي تسافري بداتي مثلا تخلي معاكي شويه كاش شويه فيز في جنب توزعيهم ولا انت ماشيه بالفيز بس؟ لا لان دايما في اماكن ما بيبقاش فيها فيزا. صح. او طبعا اي بلاد يعني في جزء التبس او البقشيش حاجه لازم لو انت هتشتري من ماركت في الشارع. بس انا بحب دايما من بعد اللي حصل لي ده اخد فيز كتير والليميت بتاعها قليل. علشان لو ضاعت لأسوأ الظروف يعني او يعني حتى وما ياخدهمش كلهم معايا زي العمله اللي عملتها دي. اسيب مثلا 2 في البيت وانزل بواحده. تمام. حلو قوي. عقده الخواجه من اكتر الناس تبعت لي انا ازاي اروح بريطانيا انا ازاي اروح اوروبا. لا ومش محددين يعني فاهمه بريطانيا بصفه عامه الجنه. طيب والانجليش بتاعي مش احسن حاجه. ليه دايما الناس عندها هوس او زي ما بنسميها عقده الخواجه انا لازم اروح بريطانيا اول حاجه على الباسبور بتاعي؟ انا مش هلومهم لسبب بسيط قوي. الهوس ده بيجي من الافلام من الميديا. من وانا طفله انا كان اول حلم ليا اروح امريكا لمجرد بس بشوف افلامها ودي بالنسبه لي انا ده عايزه اروح ديزني لاند عايزه اروح يونيفرسال انا ديزني لاند مثلا ما انا شفت ده وعايزاه. انا مش فاهمه ايه الصعوبات لان هي كلهم قدامي سواء. تمام. بس هو لما نيجي بقى على ارض الواقع لا الوضع مختلف تماما. في عارفه زي كليات القمه كده. بالظبط. انا عانيت من الموضوع ده كتير قوي. انت عانيتي؟ لا انت ما شاء الله مهندسه معماريه ربنا يخليكي وكانت في المنتخب ربنا يخليكي. يعني دينا بتتكسب تتكلم عن نفسها فانا طبعا درستها. ربنا يخليكي والله. لا انا بس بتكلم يعني انا هقول للناس بهدوء كده في موضوع السفر اعتبروا الباسبور ده زي السي في حاجه بسيطه. ما ينفعش من يوم ما تتخرج تطلع تنط على اقوى شركه وتقول لهم انا هكسر لكم الدنيا. لا يعني اعمل مصداقيه. فالمصداقيه بالنسبه للدول دي ايه؟ ان انت تخشي وتخرجي من دول بقى على قدنا. عادي جدا على فكره. انا بعتز بفكره لازم تعرف قيمه باسبورك وامكانياتك. دي حاجه عاديه مش حاجه عيب. في دول اقل مننا واحنا نعتبر ان انت تعمليه. احنا سافرنا يا جماعه بادجت قليله جدا عادي. بادجت قليله فيها سهله عادي. ده لسه على فكره تحت طائله السفر يعني فانا شايفه ان هم بشويش بلاش النطه الجامده دي. تمام. لان زي ما قلت الخبطه الجامده ممكن توقفك خالص عن الحلم ده. تمام. فالرفض ده لما بيجي الناس بتتعقد. بلس ان في بلاد واخده صيت عالي قوي بتروحي تتصدمي بالظبط. في حين ان بلاد تانية مش واخده الامبريشن اللي هي احسن حاجه وتروحي تنبهري بجمال البلد. انا احكي لنا تجربه زي دي. يعني انا مثلا عندي بلد زي فرنسا دي انا كنت شايفه انها بقى بلد الحب والعشاق وهروح بقى اتكلم فرنساوي هناك. كانت صدمه ليا. كميه الهوملس او اللي هم الناس الافارقه اللي ما لهمش بيوت وكده شحاته نصب فران. انا بقيت فيه ده مصر فيها حتت احلى. فدي كانت صدمه بالنسبه لي ودي حلم حياه الناس. تمام. ودول تانية محدش مثلا بيجيب سيرتها. بالنسبه لي مثلا كانت ايسلند. هي دي فعلا الجنه. انا رحت كوكب تاني. رحت حته هو ينفع في الارض يبقى يعني زي بيقول لك بلد الثلج والنار. يعني كانت مناظر
فوق الجمال يعني، فوق رائعه يعني. ايه السفريه اللي انت روحتيها كانت ميزانيتها صغيره قوي واستمتعتي قوي، ما كنتيش متخيله ان انت تستمتعي كده؟ اعتقد لبنان والله. يعني انا كل حاجه لبنان دي والله فعلا تقبرني لبنان دي، لان احنا محظوظين ان دوله زي دي جنبينا. تمام. مفيش ساعه ونص بالطيران، ملناش فيزا. يا جماعه دي حاجه انا بعتبرها الاكل حلو، الأكل صغيرة جدا. الناس فهماكي، اللغة واحدة، التقاليد واحدة، وكل المناظر الطبيعية فيها شلالات، جبال، غابات، حاجات مش عندنا. فميزة فيها رهيبة طبعا، وصرفت مبلغ لا يذكر طبعا، وشفت بيها مناظر كأني كنت في أوروبا بجد. والله. طيب ازاي أول مرة أو مش أول مرة، يعني ازاي أقدم على الشنجن بعد خبراتك بالسفر والسفريات الكتيره اللي انت سافرتيها؟ انت سافرتي حاجه 40 دوله تقريبا. ما شاء الله. فبعد ده كله لو حد عايز يقدم على الشنجن وهو باسبوره ابيض، يبدا يعمل ده ازاي؟ لازم اقدم على بريطانيا يعني لازم اخد الشنجن، ما ياخد كده خطوتين 3. نفسه يطلع يوروب، اي حته في يوروب. اي حته في يوروب، يبدا ببلاد البلقان اللي هو بحر البلقان، زي صربيا، مونتينيجرو. الحتت دي ظريفه، فيزتها هاديه، وبيقبلوا بيحبوا العرب والمصريين، ما عندهمش مشاكل. بالنسبه لباقي دول اوروبا وانت بتقدم شنجن، ده كانك بتقدم ملف مخابرات مثلا. احنا سميناه السي في بتاعنا. بالظبط. السي في بقى لازم يبقى تقيل قوي. وبص يا باشا، انا رحت وجيت كم مره، انا واثق، خليك واثق فيا، انا والله هروح وهرجع، وانا تقيله يعني قوي. انا شخصيا مدير في البنك او مش عارف ايه الفلاني، وانا شخصيا مره واحده استهونت بعد 7 مرات واترفضت. قوليها تاني. اترفضت بعد 7 مرات. 7 مرات شنجن. بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي وكانت شنجن تقيلة يعني، اللي هم بيبقوا كام شهر. ليه؟ علشان أنا استهونت، كسلت بصراحة أجيب بانك ستيتمنت، مستعجلة يلا بقى اخد الشنجن. ورحت كمان قدمت، انا كنت عايزه اروح، كان عندي زي بطوله كده في ايطاليا، ما لقيتش مواعيد، رحت فرنسا. فكانت الريزن يعني او السبب مش مقنع، وكمان ما فيش بانك ستيتمنت، اترفضت. هو بيديني ورقه كده، بيقول لي الفيز بقت شكلها جديد. ما بقتش تطلع على الباسبور من كتر ما الثقه انها يمكن تترفض، اخدت العلقه يعني. اتعلمت الصراحه، ومن بعدها بقيت بحضر الدفتر. بتحضري الرحله بتاعتك قبلها بقد ايه؟ لو لغايه دلوقتي لو فيزا صعبه، لا مينيمم 4 شهور. والرحله ذات نفسها، البرنامج الرحله، ما بصراحه يعني ما بحبش ادخل في تفاصيل لما اتاكد ان انا معايا الفيزا. لان حصلت لي كذا مره ان انا كنت ظبطت كل حاجه بعد سنين السفر دي كلها ولسه ده طبيعي. على فكره التواضع والاقتناع بالامكانيات دي حاجه كويسه. يعني انا مش ما عنديش الثقه المطلقه دي. غير بقى لما واحد يبقى عنده اقامه مثلا، حتى لا قدر الله الاقامه ممكن لو هو يعني ما ظبطش الايام ما تظبطش معاه. بس انا قصدي التواضع والاهتمام بالقوانين دي حاجه كويسه، وانا هفضل طول عمري احترمها علشان هي الفيزا عايزه كده يعني. فمعنى كده اي حد عايز يقدم على شنجن يروح على بلد البلقان، حد من الهاديين، شرق اوروبا، يهتم بالبنك ستيتمنت بتاعته اللي هو رصيد البنك. بالظبط. بتعملي ايه؟ بتحضري رصيد البنك بتاعك ازاي؟ بتعملي بادجينج للرحله ازاي؟ رصيد البنك هم عايزين يعرفوا بس ان انت مستقر في البلد. فالاستقرار ده معناه ايه؟ بيسموه عمليات، يعني عمليات داخله وخارجه. عمال يجي لك مثلا مرتب وتصرف على حاجات. فافضل حاجه ان لمده 6 شهور يبقى حسابك البنكي ده مليان عمليات. ده واحد عايش ومستقر، بس مش لسه فاتح حسابك البنكي من 6 شهور. لا. عشان في ناس بتروح تعمل كده. لا. تفتح حساب بنكي قبل السفريه ب6 شهور وتحط مبلغ 100,000 جنيه 200,000 جنيه، وده يعني انت ويجي المبلغ ده قبل السفريه بيوم سبحان الله يتسحب قبل السفريه. لا يعني فده انت لا انا يعني عندي الاهم ان يكون في عمليات داخله وخارجه، حتى لو حسابك في البنك. يعني هم مثلا الشنجن قال لك ما لا يقل عن 50 يورو في اليوم. هم شايفين ان الصرف لو انت عندك الفندق والطيران، هم شايفين الوجبات مثلا 50 يورو. فانت تظبط مثلا 10 ايام 500 يورو، ما يعادل مثلا بقوا كام دلوقتي؟ 50 حاجه كده، يعني نقول 30,000 40,000 في الرينج ده. وده اعتقد مقدور عليها. انما ما تعملش اي حاجه مريبه للشك.
لان هم قاعدين بس بيلقطوا الحاجات دي. خليك يعني في منتهى كده الوضوح والشفافيه لازم يكون معايا ملايين عشان اقدر ابتدي اسافر. هو هتساعدك طبعا. يعني يا ريت طبعا يعني، بس لا ما كانتش دي بدايتي خالص ولا نهايتي يعني، بس لا بنحاول يعني، بس لا عادي خالص. لان مش كل السفر غالي. السفر درجات زي اي حاجه في الدنيا. الفنادق درجات، الطيران نفسه درجات. انا بحس الناس متعقده على نفسها قوي، اللي انا لازم يكون معايا حساب بنكي لا يقل عن $500,000 وشغال مش عارفه في الشركه. فبحس ان الناس بتعمل لنفسها احباط قبل ما تفكر ان هي تجرب اصلا ان هي تاخد الخطوه. أيوة. السفر دي عوامل مساعده. انما هو القنصل بيبص على الباكيج كامله. تمام. هو اهم حاجه برضو خلي بالك الموضوع امنيا. انت عملت اي مشاكل قبل كده في اي دول؟ تمام. انت لو معاك ملايين وعندك في الباسبور انك تم ترحيلك ولا عملت جريمه في دوله، والله الملايين دي هتعمل لك ايه؟ وبالذات فيزا امريكا رقم 1 الامنيا، ولا فرق معاهم كام. هم كلامهم كله انت خلفيه. انا لسه هقدم عليها. انما UK لا. ابهرني وريني فلوسك. بالظبط. لا الشنجن اثبت لي انك ماشي في كل اثبت اللي انت رايح بلدك مصر تاني. فده اعتقد احسن حاجه ان انت تثبت ان انت شغال في مكان معين واخد اجازه مثلا. واعتقد برضو حته ان انت بينزل لك مرتب على البنك بتاعك دي برضو دي مهمه قوي. دي مهمه. والاهم كتير مش بياخدوا بالهم منها الملكيات او الاسيتس زي ما بيقولوا. يعني الاصول اللي عندك. لو عندك شقه حط عقد الشقه. عندك عربيه، انا وصلت بيها المرحله انا كنت بصور رخصه العربيه. انت تعبانه فانا اللي باخد بالي منها. دي تعتبر اسيت على فكره. يا بقى لو عندك اطفال ده انت مربوط يعني. هيساعدوك. يعني متجوز برضه هتضطر ترجع. لا يعني ايه في كده شويه هم بيبصوا لها انها كمجمل، مش بس لو عندك ده خلاص انت ضمنت الفيزا. يعني عملتي اول بادجيتنج مره سافرتي فيها بادجيتنج ازاي؟ يعني قلتي انا مثلا حطيتي افريج معين للرحله ويعني كسرتي الليميت بتاعك او قل يعني؟ البادجت انا بحطه على اساس عوامل كتير يعني. انا بحب انا شخصيا ادفع كل حاجه قبل ما اروح. دي حاجه نفسيه ليه؟ لان انا كانت لي تجربه ان حجزت فندق وانا هناك الفيزا مش عايزه تشتغل ومعيش كاش يكمل. دي حاجه مهمه قوي. فما قعدتش في الفندق يعني. رحت فندق تاني بالكاش اللي معايا. اتبهدلت طبعا. فمن ساعتها انا قررت ما دام طيران وفيزا وطبعا وفندق اتدفعوا، ناقص لنا حاجات بسيطه. هي مش بسيطه برضه يعني، مواصلات، اكل وشرب، فسح، شوبينج. ده بقى بقدر اعمله عن طريق الانترنت. يعني ادخل كده بشوف في كذا موقع يعني. ببص وشوف ايه سعر الوجبه كام، فاضربها مثلا في 15 وجبه. المواصلات كام، اضربها في كذا. فبتخيل الافريج، ولو ده معايا في الفيزا يبقى تمام قوي ان شاء الله. مستور. احنا بنسافر بالستر. يعني هو كله ستر طبعا. عشان الناس فاكره ان اللي بيسافر ده لازم يكون معاه ملايين، وزي ما قلنا دي احسن حاجه، بس هو مش شرط خالص. يعني لا. معادله سفر، نتكلم تاني عن معادله السفر. ازاي بداتي حياتك على السوشيال ميديا؟ هي جت معاكي كده بالحظ صح؟ هي جت بالحظ. هي احكيلي اول مره حصلت ازاي. انا يعني عمري ما فكرت اوثق السفريات يعني بصراحه. بس كنت بلاحظ قد ايه الناس كانت وانا بحكي بيبقوا يعني حابين القصه، حابين الصور. اوريهم فيديو بيبقوا نفسهم يشوفوه. فهي ابتدت معايا بصراحه اكتر دافع ان انا عايزه انفع الناس يعني بالمعلومات. فكان اول فيديو نزله لما يعني نزل قرار للسعوديه انه اي حد معاه فيزا US شنجن او UK يقدر يدخل السعوديه فيزا سنه. فانا قلت هجربها. جت ما جاتش يعني. انا كنت مش بفكر حتى لسه اوثق ولا اي حاجه يعني. جت معايا وجت حلو قوي، وعملتها في يوم رايح جاي بالظبط 36 ساعه. فقلت خلاص انا لازم اقول المعلومه دي للناس، لان انا اصلا في المكتب عندي 2 بس من مسامع الموضوع عملوها ونفعت. غريبه، بس ما اعتقدش ان في حد يعني عايز اروح السعوديه بس عشان حاجه او عمره كسفر. انت محتاجه كسفر كرحله؟ لا انا كنت طالعه بس يعني اكتر حاجه الواحد بيشيل همها فيز يعني. فانا بحب يعني اعمل حاجات مع نفسي. حلو. فبقول لهم بعد كده انا اخدتها سنه وهي اسمها فيزا سياحه، ورحت بعد كده فعلا بعدها الرياض. فبس اخدت. متواضعه قوي يا دينا. امال لي كل اللي بيبعت لي عايز يروح اوروبا. لا على فكره كانت رياض جميله قوي في راس السنه لان الشتاء الجو كان هادي. فده اول فيديو نزلت بيه.
انا اتخضيت بقى. يعني كنتش يعني الناس كتير ما كانتش عارفه، ولقيت بقى ناس عماله تدعي لي. الموضوع اتقلب بقى اللي هو ايه ده، يعني قد ايه المعلومه افيد 1000 مره من اي ترند ولا اي حاجه تانية ممكن تعمل فيوز بس تطلع وبعدين تروح على مفيش. الفيديو ده لحد النهارده بيجي لي لسه عليه كومنتس والناس بتسال. فادركت ان المعلومه انفع 1000 مره من اي ترند او اي حاجه يعني بالبيك زي ما بيقولوا او توصل قمه. كانت من القلب قوي. فانا الناس حسيتها. قررت ان هيبقى معظم الفيديوهات بالمنظر ده. مش فارق معايا خالص. يعني انا عارفه دي مش عقليه السوشيال ميديا، بس فعلا انا متمسكه قوي بجوده الفيديو. ان عمري ما هركب ترند ولا حاجه، لا انا فارق معايا ان الفيديو ده يوم ما ينزل. ايه موضوع البيجامه صحيح؟ فيديو البيجامه على فكره ده اول واحد انا عرفتك من خلاله. لا والله. هو ايه الموضوع؟ مش فاكره. انت فاكره الموضوع اللي هو انا فاكره تلبسي لبس المطار؟ ايوه. لا انا لقيت كذا كومنت لما بحط حاجات عجبني قوي. الناس تسيب الموضوع يقول لي هو ايه البيجامه اللي انت سايبين الاساس ويمسكوا. لا عادي، ما انا زي ما بيقولوا بقى ايه، جلدي بقى خشن او لا ده معناه ان انت واحده فعلا راحه تستمتعي بوقتك، ولا مهتميه بشعرك ولا ميك اب ولا لبس. انا عايزه ابقى مرتاحه وانا قاعده في المطار. انا يعني بصي انا بعذر زي ما بيقول لك اللي ما يعرفش يقول عدس. بالظبط. هو ماشي صح. انا عمري ما هقلل ان الواحد يبقى محافظ على مظهره وكل حاجه، بس انا مش لدرجه بيجامه يا جماعه. هي بس لبس رياضي ومريح، لان انا في رحلات بتبقى بال12 ساعه. تمام. انا بتوصل مرحله ان رجلي بتوصل لدرجه ان انا مش بتدخل جوه الجزمه. عايز تقنعني هلبس كعب وجينز وحزام؟ ده غير طبعا التفتيش، ده غير البهدله بتاعت شيل الحزام على الجزمه. فقعدت كده مع مدار السنين وصلت الاحسن اوتفيت للمطار. فقلت اقوله لان لازم الناس تفهم انا بلبس ليه كده، ليه دايما بلبس كده. الريل طرقه معاكي هو بصي عشان تبقي عارفه ريل البيجامه يا جماعه. انا عرفت دينا من تحت الطريق ده ما زي السكر، فده اللي خلاني لا فولو على طول. تصدقي بالله ان انا عارفه كويس قوي ايه الريلز قبل ما هتنزل هتوصل وايه اللي هيبقى على قده كده. بالظبط. هي بس جملتين والله بجد استفزاز او حاجه ما حدش قبل كده شافها. الحاجتين دول لو انا نازله بالريل كده. بس بقى الترند دلوقتي ان انت تسافري بالبيجامه اصلا، ودلوقتي بقى يعني والله انا ولا فارق معايا ترند ولا فارق معايا انا وانا قاعده ال 12 ساعه في طياره مرتاحه. انا لعنت قبل كده حياتي لما مره كنا بنطلع بعثات منتخب وكده وكانوا بيلبسونا بدله بقى ايه والكعب. انا بنبقى نازلين بنعرج وعارفه بقى البدله مش عارفه اعمل ازاي. فحسيت ان لا ده عذاب يعني. فالسفر كده بالنسبه لك، فانت يعني من اعماق قلبك انت مسافره من تحت لفوق، ابتديتيها من تحت لفوق. لان في ناس دايما بتشوف ان السفر ده عباره عن 5 ستار اوتيل واوبن بوفيه وافتح البلكونه اشوف الايفل تاور قدامي. يا فاهمه. انت بالنسبه لك السفر ايه؟ استثمار. انت اللي استثمرتيه في السفر كان تجربه اكل، تجربه اكسبلورينج ان انا بكتشف اماكن، تجربه ان انا بتعرف على كلتشر، بتكلم مع ناس جديده. فكان بالنسبه لك ايه؟ انا بالنسبه لي السفر رقم 1 استكشاف. يعني انا دايما بحط في بالي اللي هقدر اعمله النهارده عمري ما هعرف اعمله بكره احتمال. فدايما بعمل كل حاجه لانها اخر مره في حياتي. تمام. فبديها حقها قوي انا عايزه اشوف، عايزه اكتشف. بدي الاستكشاف قولي مثلا نسبه 80%. حلوه قوي. وطبعا لا يمكن استغنى عن الاكل ان انا اجربه. في ناس بتسافر عشان تاكل اصلا. بالظبط. انا بحترم كله جدا. دي ثقافه محترمه. بس انا بحب السفر اللي هو المبهدل فيه كحرته شويه، اللي هو فاهمه اركب مواصلات عامه عشان اتعامل مع الناس. انا في سفريات لازم انزل في زي ما بيقول لك الداون تاون وامشي في شوارعها. اتعامل مع ناس لوكالز، اتكلم معاهم، اكل الاكل اللوكال. وفي طلبه معايا دلع. مش عايزه اسيب اوضه الفندق من كتر حلاوتها. دي طلبه يعني. هي كل سفريه وعلى حسب البادجت. ده هو البادجت الاول بيحدد مودي ايه. في مثلا طلعتي طلعه سفريه قلتي انا معيش فلوس كتير بس انا هروح السفريه دي. واتبسطتي قوي حتى المبلغ كان صغير معاكي قوي. وبالذات الدول الثقيله قوي يعني مثلا سويسرا. انا كنتش قادره اجيب ازازه الميه يعني. كان المرتب انا شايفاه يا دوبك الفيزا والتذكره والفندق والمواصلات. هناك بقى هعمل ايه؟ لا اشربي من الحنفيه عادي. اللي اجيب معايا جبن وسندوتشات قضيتها كده. انا عارفه انا نفسي اشوف البلد بس مش عايزه يتخرب بيتي بعد ما ارجع. كنت مدركه تماما تعمل صيام.
لازم ابقى فاهمه انا بعمل ايه. تمام. مش اعمل الحاجه وارجع بقى ما سافرش بعد 4 سنين مثلا اعوض اللي بيحصل. تمام. ايه البلد اللي تقولي من تجربتك الشخصيه ان انت ما تسافرهاش، والبلد ان هي مش واخده صيت قوي وتقولوا يا جماعه روحوا زوروها؟ بس دي من تجربتنا الشخصيه. أيوة، كل واحد بتختلف. انت كانت تجربتك سيئه مع فرنسا؟ اتصدمت. يعني هي لسه اوروبا برضه يعني بس ايه في حاجات تانية اتصدمت منها. انما البلد اللي انا بجد يعني حسيت يعني عارفه لما يجيلك هلع كان لازم امشي كانت الهند. ليفل التنين بقى من النصب والاحتيال والسرقه يعني سوري النظافه الشخصيه والشوارع مقرفه. يعني مصر معنا مي راحت الهند. بتأيدي الفكره ولا؟ على الهند ما هو على حسب انت طلعتيها لوحدك ولا مع ناس ولا؟ اوكي. لا انا ما هي انت طالعه الحاجه معانا. انا قلت هلفها بقى وهي لفت عليا. لا انا يعني هي جميله. انا عمري ما هنكر ان هي جميله، بس هي البلد باكج على بعضها كده. انا لا مش هعملها تاني ابدا يعني. دلوقتي عايزين زتونة السفر بتاعتك بقى، الخلاصة بقى بتاعت كام سنة سفر لحد لسه بادئ يسافر، من فلوس، من باسبور، ازاي يحضر شنطته، وازاي الأمان بتاعته، الأمان بتاعت الشخص ذات نفسه اللي راح يسافر. أنا عايزة بقى الخلاصة. يعني بالنسبة احنا قلنا الباسبور يقدم على بلد ما تكونش يعني ياخد السلم من تحت. انا مع اي حد بهدوء كده علشان بس الرفض بيبقى ضربه قاسيه. يعني قلنا الميزانيه، يحضر البنك ستيتمنت ده لو لو لفيزا مثلا. الميزانيه عامه جهز للسفر من بدري قوي. يعني حته اللي هو انتوا بتجيبوا فلوس السفر منين يا جماعه؟ هي مش بتيجي منين. انا بعملها من قبلها بفتره. بتحوشي. انا عامله حسابي. ما هو برضو مش انا مش بيزنس مان اللي هو هيجهز لي اول طياره بكره. لا مفيش الكلام ده. انا من قبلها ب4 شهور بتحوشي وبتحرمي نفسك من حاجات كتير. عشان احنا برضو ما هو انا لو ناوي اعمل شوبينج مش هعمله قبل ما اسافر. مثلا هروح اعمله هناك. الاكل بلاش بقى دليفري وقعد في كافيهات وكده، ابقى اتبسط هناك. انت بتوفري قبلها لازم. وبعدين تستغني عن حاجات مقابل ان انت تقدري تسافري وتستمتعي. مش ببص لها ساعتها استغناء بقى، ببص لها ان انا هبدلها بحاجه احلى. يعني علشان اهون على نفسي شويه. طبعا بقى لو في اوفر تايم اعمله في الشغل، يعني كاني هكافئ نفسي. تمام. حلو. مش واخداها بس ان سبحان الله ايه الرزق ده، لازم اطلع سفريه. يعني انا طبعا بسعى بتشتغلي بسعى لحاجه زي كده طبعا. يعني ايه تاني؟ الامان. الزتونه. الامان. ازاي احافظ على اماني؟ مثلا انت من الاشخاص اللي ساعات بتقعدي في اوتيل، ساعات بتقعدي في دورم، ساعات بصي انا مش من الناس اللي هم بسيبها على الله قوي علشان حته ان احنا بنات لازم برضو نبقى مقلقين شويه. يعني مش عيب يعني. لازم طبعا المكان اللي هقعد فيه مهما كان مستواه اقرا بس ريفيوز عنه. ودلوقتي ما بقتش في حاجه تستخبى على النت. اوكي. برضو موضوع ان انا فيزيكلي ابقى قادره، يعني ما اروحش هناك واعيه. اوكي. واتشحطط بقى بين الدكاتره والمستشفيات وكده. وطبعا احافظ على نفسي. انا سمعت ان ما ينفعش انزل بعد الساعه كذا، او الشارع دي حته مهمه قوي يا جماعه. ما تركبيش تاكسي يعني اعرف مواعيد البلد. طبعا اعرف امتى اخر ساعه ليا في البلد، عشان في ناس بتنام من بدري. بلاد بتنام من بدري قوي، وفي بلاد بتقلب حاجه تانية بالليل. ده برضو مفاجآت كده. الواحد فجاه يلاقي الناس المحلات قفلت وحاجه تانية فتحت. مش المحلات قفلت والنور الاحمر واشتغل. واحمر واخضر انت عايزاه يعني. بس هي الفكره ان انت تبقي مدركه ان في ثقافات غيرنا. يعني مثلا وتحترميها وتتقبلوها بدل انتوا اللي رايحين عليهم. لازم طبعا لان دي حتى مهمه قوي ان احنا نتقبل الاختلافات. احنا مش رايحين نغيرهم، احنا رايحين بس بالظبط اكسبلور ونرجع تاني. بالظبط. احنا بنتفرج. انا دايما اقول ان انا بحب استمتع في صمت. يعني مش ما حبكش ان انا ادي رايي. وبرضو ادرس شويه الثقافه. يعني انا مثلا في بلاد حلو قوي ما حدش يروح يستفزهم هناك. لان انا معظم الاجانب لما يجوا لي مصر يقولوا لي نلبس ايه. انا عندي كلام بالظبط. انا عندي كلام كتير عايزه اقوله. فانت بتروح بتبقى في اماكن طالبه تلبس حاجه معينه، وفي اماكن طالبه منك تقلع حاجات معينه وانت داخلها. مثلا ما تغطيش راسك مش عارفه. اماكن تانية يطلبوا مثلا لا لازم تغطي لحد رجليك. فعلا هم بيسالوا. لازم افهم. مش هقول لهم لا انا كده ولا عادي. يعني ده بيحصل لما بيجوا هنا يشوفوا مساجد بيلبسوهم طرح عادي. بيحترموا ده. في اوكرانيا وانا داخله كنايس معينه طلبوا ان انا
انا البس حجاب ولازم اغطي، وفي معابد طلبوا مني ان انا لازم اشيل البورنيطه اللي كنت لابساها، لازم اروح. كنت داخله البنك ولا ايه؟ ده البنك لازم تشيلي البورنيطه. لا لازم، دي حياه بالنسبه لي. اوكي. انا لو اهنتها كاني اهنت ثقافتهم. فانا ما اقبلش ان حد يجي من بره يعمل معنا كده، فبعمل المثل يعني. اوكي. هل لديك اقوال اخرى؟ انا كل اللي اطلبه من الناس لازم الناس هنا مش هنا. ما انا من الناس، انا دلوقتي بسمعك. يعني السفر فيه حياه بتدينا. انا اكتر حاجه اديتها لي بصراحه، عرفت اتواضع، عرفت اتقبل. انا كنت فاكره ان انا سنتر الكون زي ما بيقولوا، اكتشفت ان احنا صغيرين قوي، الدنيا مليانه قوي، الدنيا فيها حاجات كتير قوي تتشاف. ما تعيشوش في دايره مقفوله كده وتفتكروا خلاص انتوا خلصتوا وجبتوها من اخرها. لا ده في بره حاجات كتير قوي لازم تستفيدوا منها، وعمر ما الواحد بيرجع من السفريه زي ما راح بجد يعني. والتقل كله بيبقى في النفس على فكره. مش هقول لك ان هو بيرجع خسران فلوس او جايب شوبينج يعني شخصيته بتبقى حاجه تانية خالص. الثقه في النفس بتزيد. دي حاجه انا بعتبرها مدرسه من نوع تاني، ويا ريت الناس ما تتخلاش عنها يعني. شكرا يا دينا، يا عسل، نورتينا النهارده. واتمنى طبعا يكون في سفريه ما بيننا، يا ريت نعمل حاجه يا ريت ان شاء الله. نايس تو ميت يو. جات لي فرصه اني اشارك في برنامج فيه 30 متنافس من 12 دوله عربيه. عرفت ان انا ممكن اشارك في برنامج ارض المليون، تحمست جدا لان انا بتجنني حته التحديات دي سواء فيزيكال او منتال. أرض المليون كانت فكرة جديدة ورائعة بالنسبة لي، لأن أنا عمري ما اتحطيت في التحدي ده، وهو إطلاق العنان كاملا لغريزة البقاء، وهي اللي تتحكم في جميع تصرفاتنا. عمل فني تجسد على إيد أكبر محترفين فنيين في العالم. فما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس كم علم ظهر على الشاشة للبلاد اللي دينا ذكرتها في حلقة اليوم، وهتوصلك هدية من متجر المسافرين الموجود بصندوق الوصف. يلا باي. دينا عندي سؤال مهم. MBC دفعوا لك كام يا دينا؟ من سيربح البونبون أرض والله العظيم فعلا رياليتي شو. وانا رايحه ومدركه ان لازم اكسب علشان تسافر. فعلا بيخسر مفيش خالص. بس انا سمعت ان هو اصل ده برنامج تقيل وتحديات وما اعتقدش انت تستحمليه. انا سمعت كده تمام. تحمستي؟ قلت لا تهورتي؟ مش يجيلي على الجرح. لا رحت واثبتت نفسي. المهم الرصيد البنكي. ايه ده اكتر سؤال بتساله والله. اجري يا نادي. أرض المليون. ما هي أرض المليون. شكرا. المليون حمد وشكر لله. بالظبط.